في علم النفس السلوكي في ظاهرة مرعبة اسمها متلازمة الخشخاش الطويل. عارف يعني ايه؟ تخيل قدامك حقل ورد كله طول واحد وفي وردة واحدة بس تولد، هو شكلها أحسن من الباقيين. تفتكر بقى الورد هيحاول يطول زيها؟ لأ، غريزة القطيع بتقول لهم يقطعوا الوردة دي فورا عشان نرجع كلنا نفس المستوى. بص على الإمبراطور كوميدوس في فيلم جلاديتور، راجل معاه السلطة والفلوس بس من جواه فاضي، مفيش كاريزما ولا شخصية ولا شرف زي اللي عند بطلنا ماكسيمو. وبدل ما يحاول ينضف ويبقى زيه ساب الدنيا كلها ومسك في ماكسيمو عشان يكسره ويشوهه لمجرد إنه يحسوا بنقصه. تعرف نظرية الكابوريا أو عقلية السلة؟ العلماء جابوا شوية كابوريا وحطوهم في سلة مفتوحة. تخيل إن ولا واحدة فيهم عرفت تهرب، عشان أول ما كابوريا ذكية تفكر ترفع نفسها لبره الباقيين بيقوموا شدينها لتحت عشان تموت معاهم في نفس القاعة. الأشخاص الناقصة كده بالظبط، لما بيشوفوك مختلف عنهم، ستايلك غير، تفكيرك سابق، أو بتعمل حاجة هم مش عارفين يعملوها، بيترعبوا. العقل الباطن بتاعهم بيقلب على الوضع الدفاعي فورا ويبدأوا يمارسوا عليك تكتيك اسمه الإسقاط النفسي. يمسكوا في أي ميزة عندك تقدر ترفعك من القاع ويبدأوا يشدوك منها تحت مسمى إحنا بنهزر يا عم. هما في الحقيقة مش بيهزروا، هما بيحاولوا يشدوك لملعبهم القذر، والمنافسة هتبقى خسرانة لأنك بتنافس خنازير في الوحل. هما متعودين على طينة بس أنت لأ. السيناريو ده أكيد بتشوفه كل يوم مع أي شلة أنت المميز فيها، فاليوم اتجمعوا عليك وبدأوا يقللوا منك أو يشتموك، خصوصا لو في حد غريب عايزين يستعرضوا قدامه. التكتيك الصح عشان تدوس على الأشكال دي مش إنك تشتم أو تبان إنك زعلت، الرد هنا هو البرود، إنك تسحب نفسك وتسكت. ده بيكشفهم قدام نفسهم، لأن القطيع بيستوى باللمة بس لوحدهم ولا حاجة. اللي ما يعرفش يحترمك ارميه بره الدايرة بتاعتك فورا. في النهاية إنك تكون مختلف دي ضريبتها عالية، والقطيع ما بيسامحش اللي يطلع بره السرب. حصلت معاك قبل كده إن شلة حاولت تقلل منك عشان أنت مختلف ومتميز عنهم؟ واتصرفت إزاي؟ انزل اكتب لي رأيك وتجربتك في التعليقات، واشترك في سيوريا، وما تنساش تصلي على النبي، وسلام.